جميعا برشلونة بطل السوبر الإسباني. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انا معودكم على طول في القناه دي بنخش في الموضوع على طول. انا جاي اتكلم كلمتين كده عن برشلونه بعد فوزه بالسوبر الاسباني طبعا على حساب ريال مدريد. برشلونه حرفيا مسح بكرامه ريال مدريد الارض. نهائي السوبر الاسباني تحول لدرس كروي ب5 اهداف كارثيه على الغريم التقليدي. اعلى نتيجه في تاريخ نهائي السوبر تسجلت باسم برشلونه بقياده العبقري هانز فليك. عارف يعني ايه تبقى متاخر بهدف قدام ريال مدريد وبدل ما فريقك يقع نفسيا يرجع يعمل رومونتادا اسطوريه؟ مش بس كده، تلعب ناقص عدد نص ساعه وتفضل مسيطر عليهم ذهنيا وكرويا. هانز فليك مش مدرب عادي، ده مدرب بيوزع دروس. في 6 شهور بس جاب اول بطوله لبرشلونه وغير شخصيه الفريق تماما. كسب ريال مدريد مرتين ورا بعض وسجل فيهم 9 اهداف. تخيل كل ده بفريق شباب وبدون صفقات ضخمه. رافينيا من لاعب بيتقال عليه لازم يمشي لقائد برشلونة وحامل الشارة. السنة دي بيقدم نسخة مرعبة. اكتر لاعب ساهم باهداف مع برشلونة ب27 مساهمة، اكتر لاعب بيساهم في دوري الابطال، سجل في ريال مدريد مرتين وهاتريك في بايرن ميونخ. رافينيا مش مجرد جناح، ده بقى ماكينة اهداف وسحر برازيلي اصلا اصيل. لامين يامال الموهبة اللي مش عادية. يامال الشاب الصغير ده بيعمل حاجات تخليك تسأل ازاي. هدفه كان جبروت، الشخصية اكبر من سن، ومهاراته بتقول ان برشلونة معاها جوهرة نادرة اصلا. النهارده برشلونة اثبت انه مش مجرد فريق، ده مدرسة في الكورة. جماهير برشلونة افرحوا بفريقكم ومدربكم، وان شاء الله القادم باذن الله اجمل. سلام. اولمو وباو فيكتور النهارده الراجل بيتوج ببطوله، والراجل المشجع اللي قدامنا بيشاور بالخمسه تقريبا، بيبعتها العز تقريبا ولا ايه؟